هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم، الجمعة 8 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرتنا للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم يقدم لكم الزميل أحمد شريف وضمن برنامج النافذة الثقافية لقاء خاصا مع الشاعر والفنان التشكيلي الإريتري محمد سعيد ورار. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. مفوض التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي يزور إريتريا وإثيوبيا. الرئيس السوداني يقول بأن انفصال الجنوب هو المسؤول عن الأوضاع الراهنة. عام 2018 رابع أشد الأعوام حرارة في التاريخ. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. كشف السيد نيفن ميميتشا مفوض التعاون الدولي والتنمية بالاتحاد الأوروبي عن أنه سيقوم بزيارة إلى كل من إريتريا وإثيوبيا يلتقي فيها زعيمي البلدين. وقال المفوض في تغريدة له على تويتر بأنه سيناقش مع زعيمي البلدين في زيارته في غضون هذا الأسبوع تطورات الأوضاع بعد توقيع اتفاقية السلام الإثيوبية الإريترية. وقال بأن الأمور في القرن الأفريقي بدأت في التحرك، وعلى الاتحاد الأوروبي دعم تلك الحركة. وكان مفوض التعاون الدولي ومفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد السيدة فريدريكا موغريني قد عقدا اجتماعا مع وزراء خارجية دول الإيجاد في جيبوتي في 22 من يناير الماضي، ولم تشارك إريتريا في الاجتماع. في لقاء له مع رؤساء تحرير الصحف في الخرطوم، قال الرئيس السوداني عمر البشير بأن الجيل الذي يخرج في المظاهرات اليوم هو الجيل الذي صدم بسبب انقطاع عائدات النفط بسبب انفصال الجنوب. وقال بأن هذا الجيل عاش وضعا اقتصاديا نموذجيا مع ارتفاع عوائد النفط، ولكن بعد انقطاعها تردت الأوضاع الاقتصادية، وأن حكومته تتحمل المسؤولية في ذلك، مقدرا العجز التجاري للسودان ب11 مليار دولار. وانتقد الرئيس البشير كذلك قانون النظام العام والعسف في تطبيقه ضد الشباب، قائلا بأنه ينتهك الخصوصية. وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا إلى مواكب في سائر أنحاء السودان يوم أمس الخميس، تضامنا مع شهداء الهبة الشعبية التي اندلعت في 19 من ديسمبر الماضي. نشر موقع بوابة أفريقيا الإلكتروني تقريرا إخباريا يشير إلى أن العام الماضي كان أشد الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل درجة حرارة الأرض في الثمانينات من القرن 19. وكشفت تقارير علمية أن العام الماضي كان رابع أكثر الأعوام حرارة منذ بدء تسجيل حرارة الأرض في ثمانينات القرن 19. وحذر التقرير من أن المزيد من الحرارة ستشهده الأعوام المقبلة. فقد ذكر تقريران لكل من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والأمم المتحدة أن عام 2018 كان رابع أكثر الأعوام سخونة على الإطلاق. وأشار التقريران إلى ما يتسبب به التطرف المناخي الذي تمر به الكرة الأرضية في السنوات الأخيرة منذ اندلاع الحرائق بصورة أكبر وأكثر انتشارا، وما يتبعها من حالات صقيع شديدة تشهدها بعض مناطق العالم. ومن بين الأحوال الجوية المتطرفة التي شهدها العام الماضي على سبيل المثال حرائق الغابات في كاليفورنيا واليونان ودول أوروبية أخرى، والجفاف في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الفيضانات التي ضربت ولاية كيرلا الهندية. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.
المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار، فيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. مفوض التعاون الدولي بالاتحاد الأوروبي يزور إريتريا وإثيوبيا. الرئيس السوداني يقول بأن انفصال الجنوب هو المسؤول عن الأوضاع الراهنة. وأخيرا، عام 2018 رابع أشد الأعوام حرارة في التاريخ. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة الرنا. متابعة طيبة أتمناها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة إرينا الدولية في باريس نحييكم وحلقة جديدة في برنامج نافذة ثقافية. هذه إذاعة إرينا. في حلقة اليوم عزيزي المستمع نستضيف أحد الشعراء الكبار، يكتب بلغات عديدة وهو فنان مبدع متعدد المواهب. تعرفت عليه حقيقة عبر السوشيال ميديا في عدد من القصائد القوية الراسخة والرصينة في نفس الوقت. لا أحيل بينكم وبينه. أرحب باسمكم جميعا بالشاعر محمد سعيد ودورار. أستاذ محمد، أهلا ومرحبا بك في إذاعة إرينا. أهلا بك الأستاذ الخبير الإعلامي والشاعر الأستاذ أحمد شريف. اليوم أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء، ولي شرف عظيم أن أكون معك. أهلا بك وأهلا بالمستمعين. الله يخليك، شكرا لك يا أستاذ محمد. طبعا أنا استمعت لك في عدد من القصائد ولفت انتباهي رصانة اللغة وجذالته وقوة الخيال وشيء، يعني أنت تنتمي إلى مدرسة شعرية في لغة التيغريت تحديدا، وكذلك عندك أيضا كتاباتك باللغة العربية تنتمي إلى مدرسة قوية تحديدا في لغة التيغريت. أستاذ محمد، كده أول شيء خلينا نتعرف عليك أكثر. من هو الشاعر ودورار؟ أنا محمد سعيد حامد محمد سعيد ورار، من مواليد 1977. ولدت في كرن وترعرعت فيها، شاعر ورسام رسم تشكيلي. درست طبعا في كرن من الابتدائية للثانوية، وكنت بتنقل لعدة مدارس، منها دعاري والفجر والنهضة ومقارح، وصولا لمدرسة كرن الثانوية. تغربت في نهاية التسعينات وعشت فترة في السودان، ومنها سافرت لقطر، والآن مقيم في السعودية. الحالة الاجتماعية متزوج ولي ولدين، حامد وعبد العزيز. ما شاء الله. أبو حامد. أبو حامد، ما شاء الله وتبارك الله. طيب، سر تسمية ورار دي شنو؟ يعني أنت عارف طبعا في الشعب الإريتري الورارات دي طبعا جزء من تاريخه، يعني وعدد كمان ورارات، حمشاي وشاد شاي وكده زي ما أنت عارف. وكلمة ورار دي يعني هل هي بالتيغريت ولا كما نسمع بلغة التيغرينيا؟ وسر التسمية دي لأسرتكم ورار جاية من وين؟ والله هي طبعا تكون المعنى تقريبا يكون واحد بين التيغرينيا والتيغرايت. والاسم ورار هو اسم العائلة، لقب لجدي من جدودي اللي هو الجد الثالث. وجاءت التسمية في موقف، يعني في ذاك الزمان كان في كان في سلب ونهب، كان في عصابات، بالذات عصابات كانت تجي من تيغراي وتشيل البهايم، الشفتة. أيوة، هم كان طبعا الشفتة. نعم. هم كان في الوقت ذاك طبعا دواحي كرن، منطقة ضباب. يوم من الأيام جات الشفتة وشالت ساقت بهايم المنطقة بأكملها، من ضمنهم حق جدي وحق أهل البلد كلهم. فجد الوحيد اللي هو لحقهم، وكان طبعا بيدار خلف الأشجار والصخور ووسبي حجر، وهم كانوا 7 ومسلحين.
سبحان الله. بالأخص في منطقة صباب. أي منطقة صباب. بيشيل الحجر ويضرب بها الصخر حتى تتفرتك. المهم بنفس الطريقة وبنفس المحاولة قتل منهم 2. هم هربوا، الأربعة هربوا ال5 هربوا والبهايم رجعت. فقالوا أهل البلد لما شافوا البهايم قال يوم ورار من ركبيو، ورار ركبيو، وجاءت من هذه التسمية. اوكي. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. طيب عزيزي المستمع، لازلتم مع إذاعة إرينا الدولية في باريس، ومعنا الشاعر والفنان التشكيلي محمد سعيد ودورار، المعروف بودورار كما قلنا، وحكى لنا سر التسمية شنو. الحقيقة أخ محمد أنا استمعت لك وأنت تجاري حقيقة القصيدة العصماء من العصر الأموي اللي نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، كأنه طرق نمل في أناملها أو روضة رصعتها السحب بالبرد. ولما نذكر القصيدة طبعا طوال يعني يبدو إلى المشهد مباشرة الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي، ونحن من هنا في إذاعة إرنا نتمنى له الصحة والعافية والعودة إلى الوطن العزيز السودان. وبالتالي يعني مجارمة لهذه القصائد الكبيرة يعني ليست بالأمر السهل. كده أستاذ محمد أقرأ لنا كده مما جاريت به هذه القصيدة، وبعدين حنقول يعني الفكرة جاتك من وين. يعني تفضل على القصيدة بتاعت نالت على يدها. اتإيديها وديتو اتإيديه لي قبي، اترحت إيدي وبرستا وبكل جما ماسي، كم ما أثرك حما اتأجاب عناسي، وكم ما عسترت قايم بركاري ترزري، تأداله اللي تمثلني لعند لك هوناتا، قلبت تحاجة إيديا ودرعت رود لابستا، نشاب كوروف لحوجبا ورمح لك كيف من عتا، ما قلت له جابعة وكم شرف وديت رحتا، ومن نجو وقروبي لبيت قلقن حتا، شبايب لم تشريتا كم معك بتتكلل، وأسفار هرقوت وفازع لكوسكوسير تكتل، ملتحت تقر ما تبزح عجب لك بهل، نور تحيي الإساتوت البابنا تتدقل، ونحر رمان لك قلا ورد الانطوطل، كبقتين كم سلية لدبر قتلين ومحول، للتهواكا ورجف اتنفسية دقم لحزن، قروب التمبات كوي نقلونا ويندنن، سنام قبود لتهنزز صور قطعت مطن. أستاذ محمد تسمح لنا نقرأ شوية من عشان نعمل المقارنات. يعني أنت بتقول لما يقول الشاعر الأموي الكبير رحمة الله عليه مدت مواشطها في كفها شركا تصيد قلبي به من داخل الجسد، وقوس حاجبها من كل ناحية، ونبن مقلتها ترمي به كبدي، وخصرها ناحل مثلي على كفل مرجرج قد حكى الأحزان في الجلد، أنيسة لو رأتها الشمس ما طلعت من بعد رؤيتها يوما على أحد. سألتها الوصلة إلى آخر ما قلت. كده واصل في القصيدة أعتقد وقفت هنا. ولد قروم مماني تلس حاي من دت الرياء، قلنا فروي فقرات حقوها معلقة الدنيا، قرم بقرمتا صدر لت كل أكان كريا، أموت لف بقراها ورفع عقلا وكريا. ما شاء الله. سألكوها في التو بين التنت التقيا، لتتعجب ابنا وشعور حستي تأمن، لجروبة في التينة أبهم ميت وحزن، وزحام موت وقدمك به قبع ومجنن. استغفر الله بيركو من مزلته وحمقناه، فات الصبر يركب ويقلبه مقتناه، وبعد شاب الحسب الحزين ولتي له كان لأنه شام يدفن أميت وفعل لحيس الدينة. فكم قتيل لنا بالحب مات جوا من الغرام ولم يبدي ولم يعد، فقلت أستغفر الرحمن من زلل إن المحب قليل الصبر والجلد. تفضل واصل أستاذ محمد. مكافي اللقروبة اللي بيفتنا بكت، مكافي اللقروبة اللي بيفتنا بقرمت، أبصحيني قصاص لموت أم بالرحمت،
مدير زبطت بيه وحد كنوا بيلت جنحو اللي شوكن جنحو كفو الدايو اللي شوكن الحياة وبيلت قل خيالا لشبينه وحلفا اندي تنقص ويتأزيد لحالته وصفا ما يترئيكو بيليا وبسمي تلفا بالتالي تورد بينكو ومن وريد تلفا حقو آمنت ودليت ومن شامية تأكدت أمين انت بيلت تنوب على انت الأمانة قاشاش يكون في التيكا بتقلباه ولدت كما يبرود لهجياها لك بيجي أبردت. أستاذ محمد استوقفك معليش. واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد إلى آخر ما قلت. أستاذ محمد يعني أنا خلينا أسأل يا أستاذ محمد، أنت يعني مواليد السبعينيات، هذا الشعر القوي اللي بتقراه بلغة التقريت ومقارنة في نفس الوقت مجاراة لشاعر أموي كبير، يعني ما حاجة سهلة. هذا التفرد والتميز أنت ما بتشبه جيلك، يعني من أين لك بهذا التميز يا أستاذ محمد؟ هذه إذاعة إرنا. أولا أنا طبعا لا أرى نفسي متميزا عن جيلي، ولكن الأحداث هي التي صنعت ودوران شاعرا نعم. وحازت بعد شهرة في مواقع التواصل الاجتماعي. ومن أبناء جيلي أيضا مبدعون هم كثر، منهم شعراء وفنانون، وأيضا من لم تتاح له الفرصة يعني اللي عنده مواهب وإبداع ولكن لم تتاح له فرصة، كثر هم. نعم. طيب أيوة، طيب الفكرة بتاعت المجاراة دي جاتك كيف؟ أنا طبعا أحب اللغة العربية وبتابع يعني بعض القصائد، فاللغة العربية ما شاء الله يعني تكتسب لغة العربية الجمال والإبداع من جمال حروفها عندما تنطق وتسمع وتكتب، وعندما تتحرك بها الألسنة تتجلى فيها البلاغة والفصاحة والصور البديعية. نعم. كثير من المعاني. وكنت أستمع للقصائد يعني العربية وكنت أعجب بالوصف والتشبيه اللي فيها، فوجدت أن أنقل هذا الجمال إلى اللغة التقرايت. طيب دي أول مجارة كانت أول قصيدة جاريتها في الشعر العربي القوي؟ أول للشاعر يزيد بن معاوية مثلا، أو قبله كان في محاولة؟ أيوة يزيد بن معاوية كان في محاولة ثانية اللي هي برضه يعني لنفس الشاعر. القصيدة تقول أراك طروبا. طيب حاولتها يعني. طيب نحن حنرجع لها تاني. وطيب لو سألناك أستاذ ودورار، أول قصيدة كتبتها في حياتك كانت شنو؟ قصيدة الوالدة. نعم، للوالدة. قصيدة الأم. يا سلام، إن شاء الله الوالدة عايشة بإذن الله. الحمد لله رب عايشة، وربنا يديها الصحة والعافية. آمين إن شاء الله، وإن شاء الله دائما تكون بخير، ولأنه الوالدة كما تعلم. طيب أستاذ محمد، كده برضو كان ده تأثر بالشعر العربي مثلا، قريته القصائد للأم واستمعت لقصائد كثيرة للأم، ولا كان هو إحساس يعني بمعنى هل كانت مجارة في قصيدة معينة ولا كانت إحساس شاعر تجاه أمه؟ لا، ده كان إحساس يعني. القصيدة طبعا كتبتها عام 2003 في الغربة، بعد افتقدت حنان الأم ووجودها الدافي وكلماتها الشافية. ومهما أكبر هي تزل أمي، ومهما أكبر أنا في نظرها ذاك الطفل الشقي. هذه القصيدة كانت إحساس قلبي. نعم. طيب أنا معاك أستاذ، ممكن نستمع لها أستاذ محمد لو سمحت؟ طبعا. اتهاجاين لقوا أحلامات من يوم يكونوا مالي، كرهان سكاك الإني قلقم إبلت حالي، اتعلب كواكب وقدام سكب سرلالي، اتقصقصيت قايسة تدحرنو تتحالي. يا سلام. يما اتقبل نوشت أنا عبيكو من حقف دي محزل ومن طبر ويكو، أرئيت تني من كويت وأدب سن تعلمكو، ويوم ظروف جبرت تني ومن شفرت فنكيكو. يا سلام.
ركن بيتي تاتا ونورتا من ظلمت، وملجأتا للمهموم من تداف أكاب رحمت، ودواتا الحموم من تسكاب محنت، أكان عبايتا والدايت رداها ننسى باب جنة، من إذا بالعكو نبراها لببركتا، خير رب بزحت تبل وتهيب منا حدتا، سراي بالتا إديا طاس سراي بالتا إديا داوينت الستا حمام كوت حلل كويت بال دي ما بارهت نيتا عندت السسر أشياء عندت السسر أشياء تتحرن والدايت سلاح وعبت بلن وقندل مطور مسانيد إداي كلر إني وتكتل بس صوميد وولاد كلر إني أفيت ملأ من أجني. يا سلام. كل تكل والدايت بصبر وإيمان ودعاء وقل كل تبتسم لبان وجعاء بولادتها همم يستت بالويبلعة إذا يترفع السماء ربنا وصي سماعه. يا سلام، ده شعر جميل يا أستاذ محمد، وأنا أحييك معلش على المقاطعة يعني، وربنا يدي الصحة والعافية للوالدة ويحفظ كل الأمهات. والأم طبعا هي يعني يكفي أن يعني الجنة تحت أقدامها، وأنا أحييك على هذا النص الجميل القوي في نفس الوقت. أستاذ محمد، طيب طالما أنك أنت بهذا القدر من التمكن في الشعر، طبعا تحدثنا أنه قبل التسجيل عندك محاولات باللغة العربية، كده حدثنا عن كتابتك في الشعر باللغة العربية. والله أولا في البدء أنا كنت بكتب بالشعر باللغة العربية، ومحاولة مني طبعا. نعم. من ضمن القصائد يعني طبعا عندي قصيدة في الشعر النبطي. كنت بستمع لهم أنت طبعا مقيم في دول الخليج. فعلا. نعم طبعا. طيب. محاولة يعني على حسب التلحين وعلى حسب الهناية طبعا، يعني محاولة مني يعني. أنا أغلبية أشعار ما هنا، لكن دي الوحيدة بالشعر النبطي. طيب ما قاعد تنشر ليه بالعربي؟ والله يا أخي اللغة العربية طبعا لغة يعني ما تخلو من هنا، يعني أنا أخاف يعني حتى يعني ممكن يكون في حتى لا يكون في انتقادات أو يكون في أخطاء أو لا ما تخاف، ما تتهيب، ما تتهيب، لأنه مع أنه مجتمعنا هو فعلا لا يرحم ولا يقدر المسائل، ولكن الشعر يظل قضية ذاتية. أنت بما تراه طالما عندك القدرة القوية في لغة التجريت، مؤكد شعرك في العربي برضو حيكون بذات القدر، لأن الشاعر هو شاعر أيا كان، متى ما تمكن من أي لغة بيعرف يكتب بها الشعر. النغم الشعري موجود في خياله، في جيناته، فلا تتهيب عزيز المحترم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. طيب نستمع إلى واحدة من قصائدك باللغة العربية اللي هي نبدأ بها قصيدة القهوة. جميل. يا نشوة الزنجبيل والبنى المحروقة، من القريف والشوق ما تراعيها، على ذل الدحى أنا وزينة الحور، توقد النار وعلى صدري تحمسها، وريحة البن تداعب وتستفز المناخير، وتشب على الدماغ وتهيج عاشقها، تدق البن والكيف من الطرب مجنون، ترخي وتشد على بالي بخشخشة قوايشها. جميل. مدت يدها بفنجان قهوة مسبوب، تسلم لي اليد وإن شاء الله ما أعدمها، ارتشفت الفنجان من عيونها السود، والكيف انضبط من أول نظرتها، الله على العيون والنظر حملها ثقيل، الخجل والعجاب ظل طرفها، شربت قهوتي من فم الورد معسول، أزكى من القرنفل والهيل شفايفها، فاح البخور والجسم بالطيب مدهون، ريحة السندل والكافور نفسها، أحلى الزمن مع أغلى إنسان في الكون، نخمس وننسج من الكلمات أجملها، يا سيدة القهوة يا ريت جلستنا تدوم، أجمل لحظات السعادة معاك أعيشها. طيب أستاذ محمد، يا سلام يا سلام، يعني نعم. أنت خليتنا طبعا في مشهد القهوة وأجواء القصيدة دي. هل كتبت لها يعني جاريتها بالتجريت مثلا، رغم أنك عندك كتبت الهناية القصيدة العربية، هل كتبت بما يشابهها بلغة التجريت للقهوة يعني؟ أيوة كتبت فعلا. نفسها هي ولا وحدي؟ نفسها هي طبعا، لا يكون في فرق شوية، لكن طيب. نفس القصيدة بنفس المعنى هي. نستمع لها ممكن؟ طيب. أثناء تشهد لي جبنات لبابا خورة،
جبنات مثل بعل شام أمسوي العزال كم دورة بسعادة قم القصايت وفرحة تمم الحضورة جبنت كعنوبة تلب تحدق آثورة. يا سلام. رشارشت أفيتا التأسانة وتكستر عزال بالس الحوشة أمسوي حقوى العسر حندل زبيبت دد قسيت منبر شرق رقاء الداليت كوسكوس ومن قرقر قرم على الدستايت أنا وهتبينا انتاد كحول لأشلملم انتاد كحول لأشلملم وعدي عرور بحنا وزينا محلب وخمرت هنن منا مقتنا اندد قسيت كبودة بدا بدو كانونا لبول مسل زنجبين لبول مسل زنجبين هنن ودي قدوتا سفالنا لبعلا ولا فموتا هنلا عزال راكوبت أنا ولا كحول عنتاتا إساتا تقرح وتلبي قليتا وزينا لبول شاقل وبآنفت التلها والجور وتحنقلت العيوب على شامة الساور لبون دقدق وكيفية لزبطة الداور وبالي السدد وترهي خشخش لمناجير ما شاء الله. وطيبتني لفنجان وإذا يأسك يمددتا إذا ربنا حفظها يسألنه خيراتا فيد بينكو فنجانية من ناس اللي معنتاتا كيف يسألني سنة من ناس اللي بجنحتا إن ربنا سديا إن ربنا سديا جنحت كبود لثورة أكبدايا خجل ساكن للتأسفارة من أفوها ستيكو لبون طعوم سكرة من هيل قد وقرن في السراء اللي كان فرع. يا سلام. بون طعم كم مراد رايقتت انت وديتا لبان وديتت مبخر وتتبسم عليتا حقور أسود الجم من جديد اتساتك ايتا ستحسب كتب لني اند دهرت كرنتا هنن ودل بخور وقروب عطر نسنسا كم مسك وسندل سنقو دوي تنفاسا لو قتلت عم مسلني مثل كل أتماسا نحشكاشك قل أدحج وهي طعوم مبلاسة علي قل يا الخدر لبون طعم من إيديكي والف أنا وتالف سفلانة بيل هجكي يا ريت ريم لقصايت ويتتخلص لبونكي لطعم وقت من زمن قل حالف مسلكي لطعم وقت من زمن قل حالف مسلكي. يا سلام. شكرا لك وهنيك مرة أخرى على هذا النص الجميل كمان. يعني حقيقة شيء دلي طبعا كل الشعراء كتبوا فيها وللحق أقول يعني بجد وحدي من القصائد القوية اللي استمعت إليها في لغة التجريت تحكي عن جلسة القهوة، وإنت اديت خيال طبعا الخيال العربي واسع جدا معك وجميل جدا. أحييك مرة ثانية. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، بعد قليل سننهي هذه الحلقة وحديثكم هو مع ضيفنا هو الشاعر محمد سعيد ورار يتحدث من دول الخليج إلى إذاعة إرنا الدولية في باريس. أستاذ محمد، بقصائدك بلغة التجريت بتكتبها بآيات حروف، يعني هل تكتبها بالحروف العربية ولا بالحروف الجيزية كما يكتب عدد من الناس؟ أنا القصائد أكتبها بالحروف العربي لأنه بيها أسهل لي، بالرغم أنا برضه يعني أقدر أكتب الحروف الجيزية وأقراها، لكن بالنسبة للسهولة يعني باللغة العربية. يعني أنا في البداية قريت باللغة العربية من عنوة لهنا. والحقيقة شوف، الحقيقة أستاذ محمد أنا سألتك السؤال ده ليه؟ لأنه اللغة العربية ولغة التجريت ومعها عدد من اللغات هي من اللغات السامية كما يقول اللغويون، يعني اللغة العربية والتجريت والتجريت والتجرينيا واللغة العربية والأمهرية والعبرية، دي اللي يقولوا من لغة قبيلة واحدة سامية، وبالتالي تستطيع أن تكتب حتى الأمهرية يمكن أن تكتب باللغة العربية. وحقيقة حتى في الفترة العثمانية المؤرخين بيقولوا أنه المراسلات بين الإدارة اللي في الفترة العثمانية لما كان العثمانيون أو الأتراك موجودين في إريتريا، المراسلات كانت تتم بلغة التجريت مكتوبة بحروف عربية.
وكثير من الفنانين أنا اللي شفتهم، إبراهيم محمد علي قورة الشاعر الكبير، الشاعر والفنان، بيكتب كلماته القوية بحروف عربية. إدريس محمد علي الفنان المختفي إذا توفي رحمة الله عليه، وإذا موجود نسأل الله له السلامة، أيضا هو يكتب بالحروف العربية، وكثير من الشعراء. ولذلك دايرين نقول إنه هذه اللغة يمكن أن تكتب بحروف عربية وليس جديدا. أنا شخصيا أميل حتى كتابتي إذا كنت حاكتب بالتجريت أو باللغة التجرينيا، أميل إلى الكتابة بالحروف العربية وأقرأها بدون أي إشكالية، وبالتالي أنا حبيت أقيف على هذا العناية. طيب أستاذ محمد، بما أنك أنت من مدينة كرن، وهذه المدينة الجميلة، نحيي أول سكان المدينة وناسها الظريفين اللي فيهم الطرفة والمدنية والثقافة والحضارة والروح المرحة والتعاون وكل شيء جميل في مدينة كرن، نحيي أهلها. ألم تخرج منك كرن بجملة من القصائد؟ فعلا كرن لها عدة قصائد عندي. جميل. ما يغارب ممكن أقول لك واحدة يا طبعا جدا. ما يغارب بالتقرايت عندي 3 ولا 4 كلها لكرن. يا سلام. طيب تقرأ لنا ولو مقطع من أجمل ما تراه في تبدياتك في مدينة كرن. كفر ليك كرن ومهلة الأخبار، كم بديره الليت ما تغير الأحوال، اللي تخاتمين فاقك وبنبت أبريت وحشلة، عد عقب وعد حباب وكرن جديد لبرود شمالة، سلام بولر أسحرير وونجل مثل شليلة. التنسين وهو باي سربيب البيت سادة دا من دق قيس مدرنا لقام لك كرن صعدة، سلامة شأب صحة ولت لريم سقادة، منتو من دت بلك الأريمة وبدا زمن اندي خينيو يحدود لتعدى. يا سلام. يهو خبر هبون الأترايمة مدلي من سوق برا سك مسجد كرن لمؤمنين كل الأستلي، فورتو دمان بكريت ووالي كعري بسرات تلي، شواهي منتزه وجبانه تتعلي، أكران لقى ماري استفلناه لتفلي. يا سلام. منزل بالروم للإيكا لقيم رأس لأدبرا، جماجم زلامة وسعر لابس لمدرا، قنحو اللي جرادين مدر مالي أخيارا، أرانشي مانغوس ومندرين وتبتك من خدارة لأتيا قاشايا وبسقي أمور لدارة، نتمشي شوارع بنبت أبرايات وبلوكو، لففكش الشفيت حل السودان وجوكو، كرن لعلاي وقزبان دو ومقارح رئيكو، حلت وربو أو ارتلو عد حشلت عديكو، كرن مناظر جمال تماثل يريكو. يا سلام، جميل والله. مداين تكرن إلا باره أنوارا، مباني الروم وأسواق منتلي لأمرا، مقبع جهتات لنا إرتريح مبرا، بسلام ندبر لسب أقوارا مثل قوارا. صدقت والله. نعم. شامات إلا مدينة القروبية تحابرا، ولا كرنقل إيه ولا كرنقل إفي دولا مدير صبحا، بعلا بالله هزاز وشامت للتمل تحا، ولا دار السلام يترسعوا ملامحة، ولا تعونه وحرابسه لسنات أدحد سارحة، منكم عدل قيس سلامة كلاب صحة. يا سلام، جميل والله. وبصورة مسيني ما يلق بقى منام، أتقصي مطوري إقل هجك وداقام، خاين انتبه للتنوي تتحسر دي بقدام، طفل الكوكب إلى التنوي ركبك السلام من سكابية نفسكو تبين واسلام. الله يا أخي. اتقبت له جرادين. نعم تفضل. اتقبت له جرادين حتى تفاح ورمان، أجيب عتايا ما يوم الطيان برتكان، قروب حامل وتكوم كبسل قشين خيزران، ولا برود تنفاسه كبسل قديت واللبان، ينبر مبلها فاتي أنا بأمان، ينبر مبلها فاتي أنا بأمان. يا سلام يا سلام والله، يعني أنت شاعر مجيد وشاعر أنيق، يعني كلماتك جميلة وخيالك يعني بأمانة والله. أنا أحييك يا سيد ورار، وطبعا أتحفتنا بهذه القصيدة الجميلة، وللحديث بقية طبعا. نحن اليوم سنتوقف هنا. الأستاذ الشاعر والفنان التشكيلي الكبير محمد سعيد ورار، سعدت والله والمستمعين بلقائك الجميل وشعرك الرصين
الرصين وحضورك وتواضعك الجميل. أعزائي المستمعين، كان معكم من دول الخليج محدثكم الشاعر محمد سعيد ورار، وهو شاعر يكتب باللغة العربية واللغة التجريت، وإن شاء الله في الحلقة القادمة إذا كان برضو عنده محاولات بلغة التجرينيا أو لغات تانية حنشوف. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نتوقف هنا عزيزي المستمع، ومع الشكر الجزيل لك ودورار، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. طيب أعزائي المستمعين، مع الشكر الجزيل وزملائي في الإذاعة الأستاذ فتحي عثمان والأستاذ بنيام سمعون، أحييكم أنا أحمد شريف، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة إرينا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، وبنهاية فقرات برنامجنا لهذا اليوم نعيد تذكيركم بأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. مفوض التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي ينوي زيارة أسمرة وأديس أبابا للقاء زعيمي البلدين، وذلك بغرض دعم اتفاقية السلام بين البلدين. الرئيس السوداني عمر البشير يقول بأن انفصال الجنوب أدى إلى أزمة اقتصادية بسبب انقطاع عوائد النفط، والجيل الذي يخرج في مظاهرات اليوم هو جيل تأثر بصدمة فقدان هذه العائدات. وأخيرا، تقرير أممي يشير إلى أن العام الماضي كان من أشد الأعوام حرارة، وأن الأعوام القادمة ستكون شديدة الحرارة مع كوارث طبيعية متوقعة. وأخيرا مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، قبل ختام برنامجنا لهذا اليوم أعيد تذكيركم بأنكم دوما يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحتى نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج نافذة ثقافية والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا، لكم من زميلي أحمد الشريف ومني محدثكم فتحي عثمان، ومن زملائي في الإذاعة في باريس أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرينا.